السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في فيديو جديد. كنتمنى نلقاكم في تمام الصحة والعافية ومزيد من الفيديوهات الخاصة بوصفات الكلاص. اليوم جبت لكم كلاص ساهل ماهل بمذاق رائع جدا، وطريقة ديالو بسيطة، وحتى المكونات متوفرة في جميع البيوت باش كل شيء تبرد هذا الصيف هذا. بهذا الكلاص هذا اللي غادي يعجب الكبير والصغير، صراحة كيستحق انكم تجربوه. فإذا كنتم مهتمين خليكم معايا حتى لاخر الفيديو. ما تنساوش تشاركوا في القناه اذا كنتوا اول مره كتشاهدوني، مرحبا بكم. فعلوا جرس التنبيهات وما تنساوش تخلوا لي لايك باش تشجعوني، ويلا نبداو. وبالنسبه لهذا الكلاص هذا فساهل بزاف وكيجي رائع. غادي نحتاج ليه جوج ديال الحبات ديال الموز. بزاف ديال الاخوات كيسولوني على هذا البنان هذا مالو داير هكا. هذا بنان بلدي، داكشي علاش داير بحال هكا، ولكن راه المذاق ديالو راه احسن بزاف من هذاك البنان العادي. هذا فيه الحلاوه زايده. صافي درت هنايا البنان، غادي نزيد عليهم لا كريم ليكيد. غادي ندير جوج ديال الكيسان، ممكن تعوضوها بنص ساشي ديال الشونتيي. وغادي ندير كاس ديال الحليب، هادشي كله يكون بارد. غادي نضيف واحد الفلون ديال البنان، بالنسبه للسكر فكيبان ليا ما غاديش نضيفو لان البنان عندي حلو بزاف. صافي وغادي نضرب الكل. غنستعمل هذا الميكسور، ممكن تستعملوا غير الخلاط ديال العصير. ما ضربت الخليط مزيان حتى تطحن لي هذاك الموز ونسجموا المكونات. خديت هنايا هاد المول ديال الكيك، او لو ممكن تستعملوا غير بواطه ديال البلاستيك. المهم تكون الحجم ديالها بهذا الشكل هذا، يعني تكون طويله وعاليه. غادي ندخلوا المجمد على الاقل واحد الساعه ونص باش يتماسك كما كتشوفوا. يعني كتقدروا انكم تقيسوه كتلقاوه يعني بدا كيتجمد. غادي نجيب هاد العواد ديال لي كلاص، راه كيتباعوا عند الناس اللي كيبيعوا مستلزمات ديال الحلويات، راهم موجودين. كتاخذوا تقريبا 50 وحده ب7 ديال الدراهم، يعني رخاصين بزاف. كنبدا هكذايا كندخلهم في هذاك الكلاص اللي في داك المول بهذا الشكل هذا. كنحاول نبعدهم واحد شويه. من بعد غادي ندخل المول ديالي للمجمد على الاقل واحد الساعه اخرى، وغادي نعاود نجبدو بنفس الطريقه. باش هاد المره غادي نقطعوا لي مورسو ديال الكلاص باش يعني ما يمحناش بزاف، يعني الكلاص ما يكونش متماسك ولا قاصح، يعني قابض فراسو بزاف. ضروري انه يكون شويه باقي رطب باش نقدروا اننا نقسموه. وغادي نبدا كنقسم بهذا الشكل هذا، يعني على حساب لي مورسو اللي بغيتو. فهنايا انا درت تقريبا 10 ديال العويدات ديال الكلاص. غادي نقطع من بيناتهم بهذا الشكل هذا. وحاولوا انكم تجيبوا القطع متساويه، ما ديروش بحالي ما جبتهمش متساويين صراحه. يعني حاولوا انكم تقطعوهم باش يجيكم متساويين. فإذا بغيتوا ان الكلاص يجيكم كبر من هكا، ما عليكم الا تاخذوا بواطه اللي تكون فيها الطول باش يجيوكم الكلاص ديالكم فيهم الطول. صافي من بعد ما قسمتهم غادي نعاود نرجعهم للمجمد ساعه اخرى باش هكذا يتماسكوا ويقبط الكلاص في راسو. هنايا ذوبت كميه من الشوكولا السوداء، وغنزيد عليها شويه ديال الكاوكاو اللي حمرته وهرمشته بهذا الشكل هذا. غنزيد عليها تقريبا واحد الملعقه ونصف اولا ملعقتين بهذا الشكل هذا. فهاد المرحله اختياريه فقط باش تزينوه اولا تغلفوه بهذه الطبقه المقرمشه، كيجي لذيذ اكثر. صافي غادي نجبد المول من المجمد من بعد ما يعني تماسك جيدا. غادي نحاول هكايا نبدا نطراسي هذوك البلايص اللي كنت قطعتهم ديجا. صافي وغادي نبدا نغلفهم بالشوكولا. ما ديروش الخطا ديالي، فالشوكولا كانت سخونه بزاف. فمني بديت كنغلف بها الكلاص حسيت به بحال الا بدا كيذوب معايا. فضروري ان الشوكولا تخليوها تدفى شويه، ما تخليوهاش يعني تكون ساخنه باش هكا ما تذوبش لكم الكلاص ديالكم. فانا هنايا بديت كنغلفهم حتى بان ليا انه الكلاص كيذوب، وعاودت رجعته للمجمد خليت الشوكولا حتى دفات.
عاد باش رجعت كملت الكميه ديالي باش هكايا ما كيذوبش لكم الكلاص. يعني ردوا بالكم لهاد النقطه هذه. صافي هنايا غلفت القطع ديالي بهذه الطبقه هذه، وخليت البعض منهم ما غلفتهمش هكايا. اللي بغى على حسب الاختيار يعني ديروا الكميه اللي بغيتو. فانا غلفت غير شويه وخليت البعض ما غلفتهمش. صافي غادي نرجعهم مره اخرى للمجمد باش هكا تمسك عليهم هذيك الطبقه الفوقانيه، وصافي غادي نقدمهم. فصراحه كيجي واحد الكلاص اللي لذيذ بزاف، المذاق ديال البنان فيه باين بزاف بزاف، كيعجب الكبير والصغير وفي نفس الوقت اقتصادي جدا. فهنايا كما كتشوفوا هذا هو الشكل ديال الكلاص بعد ما جبدته من المجمد، كيجي بنين بزاف بزاف. وهذه طريقه بالنسبه للناس اللي ما كيتوفروش على المول ديال الكلاص، ممكن انهم يديروا غير هذه الطريقه هذه البسيطه جدا. فكيجي واحد الكلاص اللي هو ما قاصحش بزاف، يعني كتقدروا انكم تعضوه بكل سهوله. مذاق ديال الموز فيه باين وواضح. كنتمنى ان شاء الله تجربوه وتردوا عليا في التعاليق. الا بغيتوا مزيد من الوصفات ديال الكلاص خليوها ليا في التعاليق. راني ديجا حضرت معكم من قبل وصفات اخرى غادي نخليها لكم في صندوق الوصف باش تعرفوا عليهم وتجربوهم، كذلك اقتصاديين ودغيا كيوجدوا. خليكم على خير، بسلام عليكم.